تعالى وبركاته. اليوم خاوتي راني حاب نهضر في السوجي اللي راهو صاري كيما يقولوا حديث الساعه. الجرائم اللي راهي ساريه في البلاد كيما راكم تشوفوا، واحد يخرج سيف، واحد يخرج سلاح يجري مور الناس في البحر، واحد في الطرقان. شفنا البارح الكريم اللي صارت كارثه يعني في عين الفكرون، وين الناس شباب صغار هكا تعداو على شيخ كبير اكثر من 60 سنه، قطعوه كاع بالمواس، ضربوه باش يدولو دراهم ولا ماشي واش يدولو. الله اعلم الا كانوا كيما يقولوا في حاله طبيعيه ولا ما كانوش في حاله طبيعيه، كانوا كالين كشرهج ولا. المهم انا اليوم راني حاب نوجه نداء للسلطات العليا بما فيهم رئيس الجمهوريه. يا قاضي البلاد الاول اللي راك تحاول تصلح، حنا على بالنا اللي راك شغل جيت لقيت البلاد هذه في وضع كارثي، وهذا نتاج سنوات ماهوش سنه ولا زوج، نتاج سنوات كل شيء كيما يقولوا بدا يكبر حتى ولا وصلنا لهذا الوضع اللي رانا فيه. حنا على بالنا بلي راك تحاول وراك تبذل مجهود وراك كيما يقولوا دير اللي عليك، بصح انا كمواطن يعني سبق لي وين تعرضت للسرقه. انا بيت تاعي تسرق، الدولي كامل القش تاعي دخلوا للدار، الدولي القش تاعي تاع مرتي ما خلاو لي حتى حاجه صراحه، يعني فرغوا لي الدار كامل. انا اليوم حبيت كيما يقولوا نوجه نداء كمواطن، ومن حقه ابداء الراي. هذ العباد اللي راهم يسرقوا ولا راهم يديروا الجرائم، راهم يقتلوا، حنا ماذا بينا نطبق عليهم شرع الله. شرع الله هو اللي يرجع الناس للطريق. كما يقولوا احنا صح على بالنا البلدان هذه المتحضره والمتطوره، الردع والكاميرات وهذا الاسلوب وكاع، هذا يجيب نتيجه. راني معاكم كما يقولوا، كاين بزاف ناس كومونتيو لي في المناشير تاعي قال لك كيف بالكاميرات وكلش. حنا على بالنا باللي الكاميرات صح يجيبوا كما يقولوا نتيجه، كاين الناس تصور ولا الناس دير كاميرات وتعس، بصح هذا الاسلوب دائما يخلي الناس تخاف الكاميرا ماشي تخاف ربي سبحانه. حنا ماذا بينا الناس تولي تخاف ربي سبحانه، ماشي تخاف من الكاميرا ولا تخاف من العسه تاع العباد. كيما في الشركه الانسان اللي ما يخدمش مليح، اللي كيما يقولوا يتريشي، كي يجي المسؤول يولي يخدم مليح. حنا ماذا بينا الناس لا تخدم باسكو تخاف ربي سبحانه ماشي تخاف المسؤول ولا. حنا اليوم نداء الى السيد رئيس الجمهوريه والسلطات العليا في البلاد، هذا الناس اللي راهم يديروا الاجرام نطبقوا عليهم شرع الله. اللي راه يسرق تتقطع يده. بعد اول عمليه قطع اليد صدقوني غير محال اي واحد يكون يسرق يعاود يولي للسرقه، مهما كان ياكل المخدرات ولا ياكل مهلوسات. اسلوب الردع هذا تاع الكاميرات وكاع يجيب نتيجه، ولكن ربما يطول ويتطلب اموال كبيره. بصح كي تطلب كيما يقولوا كي تنفذ القصاص، هذه هي، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الإنسان اللي يسرق تقطع يده، الإنسان اللي يقتل. هذه هي شرع الله، ما فيهش كما يقولوا عاطفة، ما كان لا قوانين لا حقوق الإنسان لا حقوق الحيوان لا حقوق حتى حاجة. غلط تخلص. صدقني وصدقوني كما يقولوا يا الناس اللي يتبع في الفيديو هذا، بعد أول عملية تقوم بها الدولة قطع اليد، سواء قطع اليد ولا قتل من يقتل ولا كما يقولوا الحد تاع انسان اللي يغتصب بالذراري، ولا صدقوني غير الناس كاع يترباو، النفس تاعك تهدأ. هذول الشباب اللي راهم اليوم يدخلوا للحبس ياكلوا يشربوا ما نستفادوا منهم والو، يدخلوا كما يقولوا يقطعوا الناس، يضربوا بالمواس المخدرات، ما يدخل للحبس يضرب عام ولا عامين وما عاد يستفاد كما يقولوا منعف، ويخرج ويعاود يدير نفس الجرائم ويدخل. كما هذا الحثاله هذا اللي ضرب السيد البارح في اسمه في عين الفكرون، ما عندوش بزاف ملي خرج له 5 جويليه ودار جريمه بعد شحال، بعد شهر وبعض الايام. يعني الانسان هذا ما ترباش. حنا ماذا بينا هذو اللي يدخلوا للحبس ماذا بينا نستفادوا منهم، يروحوا للصحراء. كاين حنا مادام رئيس الجمهوريه روح حاب يخدم طريق عابر للصحراء ولا طريق تاع اسمه تاع السكك الحديديه لتمر راس، ولا الطرق الاخرى الفرعيه اللي تروح لمختلف الولايات، ولا السد الاخضر اللي راهم حابين عندهم نيه باش يديروا التجديد. وحنا كما قلنا على بالنا باللي رئيس الجمهوريه والسلطات العليا راه عندهم نيه باش يسقموا البلاد، مي بتضافر جهود كما يقولوا جهود الجميع. هذا الناس اللي راهم يدخلوا للحباس ماذا بينا ماشي ياكل ويشرب ويعاود يخرج شغل راه في فندق، اديه يخدم، اديه للصحراء، اديه عندنا الارض راهي كبيره وشاسعه، راهي الجزائر قاره، اديه كي يتربى يعاود كما يقولوا نديروا له الادماج في المجتمع. الانسان هذا كي يولي صالح يولي يعرف كما يقولوا يعرف القوت تاعو اللي يجيبه، يعرف منين يجيب رزقه، ما يسرقش ما يدنس الناس، نديروا له ادماج في المجتمع ويخرج يخدم ويتزوج وياكل ويشرب ويدير كاع صوالح. هذه هي. وحنا كما قلت لكم المجتمعات الاوروبيه هذه ماشي قضيه زعما يخافوا الكاميرا ولا، هما قضيه القوانين والردع. هذا ما كان، لو كان كما يقولوا غدوه يتنحوا القوانين يولي القوي ياكل الضعيف، ياكلوا بعضهم. وهذا هو حتى الوالدين يسالوا فيها بزاف. مادام تشوفوا انتم اولادكم من صغرهم بداو ينحرفوا المواس، اللباس هذا لاكوست، مانيش عارف هذا سيرجيو طاكيني وكلش،
بديتو شتي وليدك باللي ديفي، ربي رجعوا للطريق، ماشي كي يكبر ما تقول ما قدرتلوش، لا تقدر له. وانت الا شتي وليدك باللي طايش روح شكي للدوله، ماشي وليدك هذا تخبي عليه. في وقت النبي عليه الصلاه والسلام كاين واحد الصحابي كان راح يقتل باباه على جال كيما يقولوا ذا النبي عليه الصلاه والسلام، وكاين ثبت بزاف كاين اللي كان يقتل عمه. هذه دين الله ما فيش العاطفه، تغلط تخلص وليدك ولا ماشي وليدك، العاطفه ما كاش. وليدك غلط جاب لك المخدرات ولا كما يقولوا دنا للناس، لازم تروح تشكي به. انت راه وليدك هذا، تخيل وليدك هذا تشكي به ولقاو عنده مخدرات، يدخل الحبس اهون من يروح يقتل الناس ولا يضرب بالموس. هذه راهي الحبس اهون من القتل النفس. الانسان ما لازمش تكون عاطفه في دين الله. غلط وليدك ولا كما يقولوا بنتك ولا اي واحد ولا فاميتك، اشكي به عادي، روح كما يقولوا ادفعوا للحبس، لازم يتربى. هذه هي. والمحامين، نقطة المحامين راكم تدافعوا على هذه الحثالة. اسكو هذو الدراهم اللي راكم تاكلوا فيهم، اسكو راكم تشوفوا باللي حلال؟ هذا واش حبيت نسقسيكم برك. نتوما كي تروحوا واحد مجرم كيما هذا وتقولوا باللي كيما يقولوا عمل انساني، كاينش عمل انساني، كاين حلال حرام. انت راك تدافع على واحد مجرم قتل ولا رهج امه بالمخدرات، هذا راك تدافع على الحرام، ما كان لا اكس لا ايكراك. ما تقوليش انا كذا. وديجا عمل المحامين اغلب العلماء قال لك يعني فيه وعليه. كاين وين تدخل بعض المجالات وين تدافع على الحرام تولي مالك حرام. لهذا كما يقولوا اتقوا الشبهات. انسان كيما هذا مجرم، ماذا بينا انتم اللي تعاونوا باش تدخلوه للحبس، ماشي باش تسلكوه. ما يخرجوكش هذوك زوج دور اللي يعطيهم لك 220 مليون ولا 30 مليون ولا مانيش عارف شحال. اتقوا الله كما يقولوا يا محامين ولا كاع الناس اللي يسالوا فيها. هذا الناس المجرمين لازم يتعاقبوا، ولازم يتعاقبوا في الميدان، لازم يخدموا البلاد. روح ديه للصحراء، ديه للجبال، ديه يكسر في المحاجر، ديه يخدم الرايات، ديه يخدم السد الاخضر. ما تقوليش كما يقولوا ديه الحبس ياكل ويشرب على ظهر الدوله، وكما يقولوا تزيد غير الميزانيه على الدوله، تزيد غير لي شارج. لا لازم نستفادوا منهم. والوالدين ايضا قبل ما تجيبوا الذر تاعكم كما يقولوا، قبل ما تجيبوا ولادكم، اي واحد قبل ما يدير بناء الاسره تاعو اذكروا الله، نعلوا الشيطان كما يقولوا، استغفروا الله، ذكروا الله سبحانه وتعالى باش هذا الولد يجي صالح. وايضا ديروا العقيقه مليحه كما يقولوا باش الشيطان ما يروحش للولد هذاك. هكذا اولادكم يخرجوا صالحين سبحان الله وبحمده. واش راح نقول؟ انا هضرت في الفيديو هذا جينيرال مو باسكو انا كانسان تقصت من هذا المجرمين هذا، تسرقت داري وتقصت بزاف، رغم ذلك كما يقولوا التزمت الصمت والحمد لله على كل حال. اللي يسرقني يوم القيامه راح نقتص منه امام الله، الحمد لله اللي ما قاصناش كما يقولوا بكاش موس ولا كاش ما قتلنا ولا، الحمد لله على كل حال. وشكرا لكم يعني على كما يقولوا طولت عليكم الفيديو هذا. لماذا بيا الفيديو هذا يوصل الى رئيس الجمهوريه والسلطات العليا في البلاد؟ والله ماذا بينا حبذا كما يقولوا نلتمس فيكم خيرا، حبذا لو طبقوا كما يقولوا شرع الله. ما كان لا حقوق الانسان لا حقوق الحيوان، كاين القوانين في القران، وحنا الدوله تاعنا الدستور تاعنا بلي اول حاجه في الدستور هو القران. ماذا بينا يطبقوا القران، واش كاين فيه بحذافيره، اللي يسرق يتقطع يده واللي يقتل يتقتل. وهذه هي، ما كاش كما يقولوا ما كاش عاطفه في حدود الله. والسلام عليكم.